الحيطة اللي أول ما تدخل غرفة الدفن رمسيس السادس اللي على اليمين كلها. ده الكتاب كله بكل المناظر والمشاهد بتاعته. كتاب الأرض بيتكلم عن إيه؟ عن الجزء بتاع قيامة الروح وبداية رحلتها الأرضية الأول، عشان هيجي بعد كده كتاب إيميد وات يكلمنا عن الجزء الثاني من الايه؟ من الرحله. احنا قلنا المره اللي فاتت ان الروح لما بتخرج من الجسد، لما بتطلع من الجسد بعد ما بيقفلوا المقبره والناس بتروح، الروح بتبدا ايه؟ تصحى، او الروح بتبدا توعى مره ثانيه، وما بيبقاش عندها وعي بانها ماتت، فبتستغرب ان الجسد نايم وهي ايه؟ واقفه. اللي هي الباء. فبتبدا ان هي الاول تاخد رحله سياحه ارضيه، تبدا تمشي، بتبدا ترجع البيت بتاعها مره ثانيه، فبتشوف الناس في حاله من الحداد، فبتبدا يتكون عندها بقى بدايه الايه؟ الوعي ان انا ايه؟ اصبحت ميته، بقيت في دايمنشن ايه؟ تاني خالص، انا بقيت في برزخ اخر. فبتبدا تلف وتروح لكل الاماكن اللي هي كانت مرتبطه بيها، سواء بقى شغلها، المكان بتاع العمل، الاصدقاء، البيت بتاعها، ممتلكاتها، كل حاجه هي بتاخد رحله سياحه ايه؟ في الارض. فعشان كده بيبين لنا فكره الايه؟ السياحه الارضيه، او بدايه الجزء الاولاني من رحله الايه؟ الوصول للعالم الاخر. ده كتاب الايه؟ الارض او اكر.